لا على ممتلكات عامة، لا على ممتلكات خاصة. ليس لنا إلا صوتنا. أخبرناهم منذ 4 أيام بأننا سنخرج مظاهرة سلمية مدنية، ومعروفين أبرز الناشطين بغداد، مثقفيها، فنانيها، شعرائها، أدبائها. لم نقترف جريمة إلا إن كان حب العراق جريمة، فنفتخر أننا مجرمون بحب العراق. نحن عراقيون نحب العراق. أثبت المتنفذون إن ديمقراطيتهم زائفة، إن الكلام عن الحرية وهم، إن لا وجود للحرية تحت نصب الحرية. هم يريدون نخرج عن سلميتنا، لكن لا. سنواصل بقوة. اليوم قناعتي أكثر من أمس بسلميتنا، بقدرتنا على التأثير. بصوتنا هزينا عروشهم، هزينا كراسيهم. إنهم مرعوبون جدا. اليوم اكتشفت الرعب من خلال الممارسات المشينة والكلمات البذيئة التي يعف الإنسان عن ذكرها. هم فاشلون بالتأكيد. انتهى رصيدهم، لم يمتلكوا رصيد، انتهى رصيدهم. رصيدهم الأخلاقي انتهى، رصيدهم بالكلام عن الحريات انتهى، تمسكهم بالدستور بالكلام انتهى. هؤلاء أوباش مجرمين اعتدوا على المدنيات، على النساء العراقيات، اعتدوا على شباب، استعملوا كلمات يعف اللسان عن ذكرها، كلمات بذيئة، كلمات لا يمكن أن يقولها عراقي. نطالب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بأن يعقدوا اليوم مؤتمرات صحفية يدين كل من اعتدى علينا، وأن يضعوا الجميع أمام التحقيق. ومكان هؤلاء السجون، هؤلاء هم داعش، هؤلاء هم أعداء العراق، هؤلاء هم أعداء الحرية. سننتصر. على المرجعية وعلى رئاسة الوزراء نفسه. شتموا كل شيء، لأنهم لا يوجد لهم منطق إلا منطق، للأسف الشديد، منطق الشوارع. شتموا المقابر الجماعية، اعتدوا على الفنان، اعتدوا على الفنان. هذا الفنان العراقي الكبير، صغير بعمره، كبير بعطائه، أكثر من 100 جائزة عالمية سجلها باسم العراق. مثل هذا الشاب على العراق أن يفتخر به. نحن نفتخر بمحمد الدراجي، ونفتخر بجميع النساء الناشطات والناشطين. صوتنا قوة، جمعة ورا جمعة، والفاسد انطلع، جمعة ورا جمعة.